السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. حبيباتي، في هذا الفيديو واش ندير معكم قلب اللوز ولا شاميه بذوق الشوكولا والكراميل. اول حاجه نديروها نكيلو بالكاس تاع 240 ملل، نحطوا 4 كيلات تيشه خاصه بقلب اللوز. حبيباتي شريتها من المحلات اللي يبيعوا لوازم الحلويات، تتباع بالميزان. زدت عليها كيلو ونص سكر عادي. انا مادام كيلت بالكاس على هكاك نكمل بالكاس، ندير كاس ونص. رشه نتاع كاوكاو كنت طحنتها من قبل، رشه نتاع ملح. هنا حبيباتي الكاوكاو تنجموا تزيدوا اكثر من رشه حتى الكاس. وهنا نبدا نحك في هذاك السكر بهذه الطريقه واحد 5 دقائق. من بعد نزيدو كيلة قل ربع نتاع الزبده كنت ذوبتها من قبل، نبسس بها هذه الشيشه بهذه الطريقه. وبعد ما نبسه مليح نخليه بجهه يرتاح واحد الساعه. نروحوا نحضروا مع بعض السير ولا الشربات. اول حاجه ندير 4 كيلات نتاع ماء مع 2 كيلات نتاع سكر عادي. انا كيلت قلت لكم بنفس الكاس اللي كيلت به من قبل، نكمل به كامل المقادير. الكاس تاع 240 ملل. ومن بعد في الاخير ندير لها 2 شرائح نتاع ليمون، نحطهم فوق النار الوقت اللي يبداو يغلوا ليا، نحسب 10 دقائق ونطفي. هنا حبيباتي بعد ما فاتوا 10 دقائق وطابوا لي هاد الشربات، هنا واش نزيد مغرف صغيره من شوكولاته الطالي الا كانت متوفره عندكم. الا ما كانتش متوفره تنجموا ديروا معطر تاع شوكولا برك باش تعطيكم هذاك الذوق نتاع الشوكولا. نخلطهم ومن بعد نخليهم بجهه يبردوا. ما فاتت ساعه حبيباتي نروح نحرك هذاك السميد ولا ديك التيشه نتاع القلب اللوز اللي كنت بسستها من قبل. ومن بعد نزيد عليها 2 مغارف يكونوا كبار ما تعمرهمش مليح من الكاكاو، نخلطهم. وفي هذا الوقت كنت مشعله على الفرن من الفوق ومن التحت نخليه يحمى مليح. نجيب نفس الكاس اللي كيلت به من قبل، ندير نصه ماء ونصه ماء زهر، نخلطهم مليح. ونجيب صينيه كنت دهنتها بالزيت. بالنسبه حبيباتي المقاس تاع الصينيه بعد نحطها لكم في صندوق الوصف. نفرغ هذاك الخليط، نسولها السطح نتاعها مليح بهذه الطريقه. تنجموا تستعملوا سباتيل. وبعد ندوب حبيباتي الزبده ورشها على كامل السطح نتاع قلب اللوز. هنا نطفي الفرن من الفوقه، نخليه من تحتها برك، نطيبها مليح حتى نحسها بدات تحمر لي من الجوانب. ومن بعد نعاود نشعل عليها من الفوق. هنا حبيباتي بعد ما تشرب لي الزبده، كاين البنات اللي ما يبغوش يديروا ديك الطبقه نتاع الشوكولا ولا نتاع الكراميل، هكاك نقول لكم ديروا هذه الطريقه. يعني بعد ما تشرب لكم الزبده مليح عاودوا قطعوها بهذه الطريقه. نجموا تشبحوها باللوز. دوك ندخلها الفرن طيب ليا. بعد ما تحمرت لي من تحت مليح عاودت زدت طيبتها من الفوق. وبعد ما كملت حبيباتي نخلط هذاك الشربات اللي كنت درتهم من قبل ونعاود نفرغهم على الصينيه. الطريقه اللي نديرها سهله بزاف. الفرن يكون حامي مليح، نعاود ندخل عفوا هاد الصينيه كما كنتوا تشوفوا تشرب لي بالخف. خليتها ليله كامله. من بعد نجيب هنايا فلون كراميل مع واحد 4 مغارف نتاع شوكولا عاديه كنت ذوبتها من قبل، نخلطهم مع بعض باش هنا تجيني شوكولا تكون جاريه. تنجموا ديروا هذيك الشوكولا نتاع 100 غرام فيجيكاو، هذوك العلب اللي يكونوا صغار
ذوبوهم وخلطوهم مع علبه نتاع فلون كراميل بهذه الطريقه كما كتشوفوا. انا هنا كما قلت لكم بغيت ندير لكم كراميل وشوكولا، هكا كنفرغ النص دياله شوكولا ونص الثاني نزيد هذيك الخليط نزيده الشوكولا بيضاء كنت ذوبتها حتى هي من قبل ونزيدها له، نبدا نخلط مليح حتى يولي لي اللون تاع الكراميل. نعاود نفرغه. بالنسبه لهذيك الجهه نتاع الكراميل زدتها كاوكاو كنت طحنتها من قبل، وجهه تاع الشوكولا كما كتشوفوا درت لها شوكولا بيضاء. هنا كانت بردت لي شويه نعاود نحميها، دخلتها برك ولا دخلتها الصينيه برك للفرن حمات ليا كما كتشوفوا. نبدا نشكلها على شكل خطوط كما شفتوا، وبعد نشكلها على شكل ملفاي بهذه الطريقه. خليها تبرد مليح وبعد نجي نقطعها معكم. حبيباتي هنايا بعد ما كملت قطعتها، دوك هنايا نوريكم كيفاش جات تهبل. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. كيما شفتوا طريقه سهله بزاف، وتنجموا ديروا نوع واحد يعني شوكولا ولا كراميل تبقى عندكم.